الترجي التونسي بيحقق أول انتصار ليه في كأس العالم للأندية، وأول فرقة عربية بتسجل أول انتصار. أول فرقة عربية بتكسب في كأس العالم للأندية، يعني إيه؟ عايش الترجي وعمل ماتش كبير جدا وسجل هدف واتحسبت عليه ضربة جزاء في الآخر، والحارس تألق، حارس الترجي عمل معهم الواجب وصد لهم ضربة الجزاء وكسبوا لوس أنجلوس 1-0. ونتيجة كويسة جدا، بس فرصه طبعا في التأهل صعبة، بس أهم حاجة عشان يتأهل لازم يكسب تشيلسي في الماتش الأخير، عشان كده الفرص مش سهلة. بس كويس اللي هو فاز في ماتش في كأس العالم للأندية، أول فرقة عربية بتحقق فوز في كأس العالم للأندية. وبايرن ميونخ وبوكا جونيورز، الماتش ده كان جامد جدا، وبايرن ميونخ كسب بصعوبة 2-1، وبوكا جونيورز هدف التعادل بتاعهم كان عالمي. الواد عدى كده تمريرة اسيست، عدى 2 وحطها ولا اروع ولا اجمل في شباك نوير. كان هدف جميل والماتش كان قوي جدا، وباير كده بيضمن التأهل. وبنفيكا خلاص برضه، باير وبنفيكا هما اللي هيتأهلوا من المجموعة دي خلاص يعني. وطبعا بتقول لي الاهلي دلوقتي، لعيبة الاهلي بتعمل شوبينج في امريكا. يعني انا قلت من اول انتوا رايحين تاخدوا اللقطة، مش هتعملوا اي حاجة. يعني لو حتى ماتش بورتو، يعني الناس هيحط امل اللي هي الاهلي يكسب الاهلي. لو طلع متعادل يبقى بركة، ده احنا ممكن نخسر بفضيحة. يعني انا قلت ايه، عليه العوض ومنه العوض.